الصحفي مع ابو ليلى. طب ماشي. معانا دلوقتي الكابتن ابو ليلى مدير عام السيرك وصاحب انجازات كتيره قوي في السيرك، فبنحب نساله شعورك وانت طالع. طبعا مش عمرك ما تسيب السيرك القومي لان عارفين ان ده في دمك، بس قول لنا شعورك دلوقتي. انا فرحان جدا، وفرحان اكتر ان انا اديت فرصه لزمايلي ان هم ياخدوا المناصب في السيرك، ياخدوا فرصتهم ويكون هم عندهم فكر جديد ودم جديد ويكملوا المشوار. ويا رب الاقي السيرك ده سيرك عالمي، وانا محارب ومقاتل من بره السيرك برضو نغير المبنى ده بالكامل ان شاء الله يا كابتن بامر الله. بدليل ان انت اهوت يعني على المعيش، وجبت النهارده اول يوم لبلوغ سن 60، وما زلت برضو بتحاول تجيب خبراء الصين للفنون الشعبيه، وبتتكلم هنا وبتكلم سفاره روسيا، بتكلم سفاره الصين، عشان برضو يبقى فيه علاقات. سنه من عمري راحوا فيها، يعني احلى شباب ايام عمري راحت هنا، فانساها ازاي يعني؟ ولا هو هينساك يا كابتن والله. انا افرح بزمايلي ان هم ياخدوا مناصب في السيرك وياخدوا الفرصه بتاعتهم وينجحوا، وده سعاده ليا انا يعني. ربنا يديك الصحه. ما فيش السيرك ليه وراحوا البالون؟ اللي حصل ان اللي قرر الكلام ده السفاره الصينيه، قالت السيرك فيه تنين والفرقه الثانيه فيها تنين، عشان لما يحتاجوا يلاقوا الفرقه يعني فرقه جاهزه، وخصوصا العدد اللي طالبينه 23 واحد. احنا ما عندناش العدد الكبير ده كفي السيرك. ربنا يكرمك يا باشا، وتبقى اخر يوم جميل، وطبعا مش هتسيبنا ولا تبعد عننا ان شاء الله، وتبقى موجود معانا على طول ان شاء الله. وادي القيادات الجديده اللي هتكمل المشوار بعد كده. كل ما يقول لك الكلمتين دول، ايوه كل ما يقول لك الكلمتين دول هو ده ابو ليلى. الاعلامي والصحفي الكبير حلمي شبل. تسال الكابتن ابو ليلى تقول له ايه تاني؟ اقول له ربنا معاك واحنا معاك وهو معانا واحنا في قلبه وهو في قلبنا. طبعا عمرنا ما هنسيبه. استاذ ابو ليلى، معلش في يعني استفسار، سعادتك جبت سلم وانت جاي طالع على المعاش؟ سلم اطلع عليه. انا بقى عايز يعني اقول حاجه، يعني انا عايز اولا اعتذر لاخويا محمد ابو ليلى لسوء التفاهم، ولكن هو انسان افضل عليا وعلمني كتير قوي. يكفي ان انا دلوقتي اذا كنت ناجح اداريا شويه هو بسبب، وليه سبب ده يعني حسن خلق منك يا كابتن. لا انا بتمنى له التوفيق في حياته الجديده اللي هو كان متكتف عشان يحققها. انا احس بيه كويس قوي، انا اتمنى له كل خير وربنا يكرمه ويوفقه، واحنا مش اخواته، احنا خدامينه. ربنا يبارك فيك. لان هو اتحارب كتير على فكره مدام رحاب. ابو ليلى كابتن بكر عمر اهلا بحضرتك. مدير عام السيرك السابق كان اهلا قلبي بيك. نساله جاي يكرم مدير عام السيرك اللي اسبق شويه او اللي اسبق شويه، عايزين نقول له ايه الشعور دلوقتي بتاع حضرتك وانت جاي تكرم ابو ليلى مدير عام السيرك؟ الله يكرمك. طب نساله ويجاوبنا بقى. لا تقول ايه للكابتن ابو ليلى النهارده؟ شعور طبعا يعني انا سعيد جدا جدا ان هو خرج بألف سلامه الحمد لله. يعني الحياه كلها طبعا ضغط، والسيرك بالذات الضغط جامد جدا جدا، فبشكره على الحاجات اللي عملها للسيرك كتير وحبه الجامد للسيرك القومي. يعني فعلا انسان مخلص للمكان دوت وبيحب المكان. اتمنى له حياه سعيده ان شاء الله، وباذن الله يعني ده مكانه طبعا ان شاء الله كده، يعني يثبت نجاحه في مجالات كتيره باذن الله، او في المجال اللي هو بيحبه. بامر الله بامر الله. ربنا يوفقه. يعني يا كابتن انا شايفه النهارده ايه، مظاهره حب للكابتن ابو ليلى. يا كابتن ابو ليلى اللي شايفاه دلوقتي ده ايه، مظاهره حب للكابتن ابو ليلى. كمان مجدي مدبولي مدير سيرك سابق برضه وجاي يكرم كابتن ابو ليلى، فيا ريت يقول لنا شغله ايه دلوقتي. مش عارف انا بالظبط بايه بالظبط. احنا هنمشي احنا لاحق. انا هقول الشباب الشباب
لسه يا عم. ده دي دقيقة واحدة ونجيب كابتن ماجد. في حد هتخش في المقابله النهارده ايوه تاني؟ جاي كابتن ماجد. اهو طلعت اهو. استاذ شهير. شوير علاقات عامة برضه سابق. أيوة. بعد يكرم مدير عام السيرك اللي هياخد معاش النهارده، فعايزين نقول له شعوره ايه؟ والله انا فرحان جدا لابو ليلى لانه الحمد لله طلع على رجله وطلع بصحته الحمد لله. وحتى يعني الناس كلها متلمع حواليه كانهم لي انا كمان، كانهم لي انا كمان. الحمد لله والف مبروك لابو ليلى، واتمنى له مستقبل باهر ان شاء الله. وبعدين انا مستقبلي مستقبله، احنا الاثنين مرتبطين ببعض وربنا يكرمنا ان شاء الله. يا رب يا رب. شكرا شكرا. ايوه دلوقتي الفنان الجميل العظيم الكبير استاذ محمد الصاوي. محمد الصاوي، اهلا بحضرتك ومدير عام فرقه تحت 18 سلام. اهلا بيك. تقول ايه لابو ليلى بقى النهارده؟ ابو ليلى اقول له الف مبروك، والقطاع خسرك كفنان كبير موجود، واللي جاي ان شاء الله في المستقبل هيبقى احسن بامر الله بامر الله. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. من اجمل الشخصيات اللي هي موجوده في القطاع، من الشخصيات اللي عملت السيرك القومي. بدعو له يا بعد ما يخرج كده باذن الله مستقبله بره يشوفه بقى، لانه عطله كتير جدا وكان ممكن يعمل حاجات بره يدخل فلوس كتير جدا لنفسه. هو كان هو ما زال، مش كان كمان، هو ما زال ولاؤه الاول للسيرك، ما زال فعلا يعني. استاذ محمود عامر الفنان الجميل استاذ محمود عامر، اهلا بيك. جاي يحضر الناس الحلوه اللي جايه تحضر وتساعدنا في تكريم استاذ محمد ابو ليلى. اولا تقول ايه لابو ليلى؟ اقول له يا ابو ليلى دي مش اخر ليله، دي بدايه الليله. الله. لان انت طاقه انسانيه عاليه الجوده، ورب اخ لم تلده امك. يعني انا ابو ليلى بالنسبه لي حاجه كبيره جدا جدا جدا، كاخ وكصديق وكراجل جدع، صاحب وقت الشده تلاقيه، واحنا ورا منه يعني كلها ايام برضو، وهنبقى مع بعض. ربنا يديكم الصحه يا رب، ربنا يديكم الصحه يا رب، ويجعلها بدايه سعيده عليه يا وكل رب. سنه وهو بالف صحه وخير يا رب. انت طيب يا فندم، انت طيب يا فندم. انا بقى الفنان